ثاني يوم في نظام اللو كارب لمدة أسبوع. النظام مناسب لمرضى مقاومة الأنسولين وخمول الغدة الدرقية وتكيسات المبايض. الفطور بعد 16 ساعة صيام عبارة عن بيضتين مسلوقات ومعهم سلطة خيار وطماطم بالجبنة القريش أو القريش. زيناهم برشة من السمسم وبذور اليقطين. طبعا لأنه فيهم دهون صحية فبنحاول دايما ندخل دهون صحية لأنها مفيدة وبتدينا الشعور بالشبع لفترة أطول. الغدا كان عبارة عن بيتزا، عملنا بيضتين ومعاهم جبنة قريش أو قريش ومع رشة فلفل وخل، ضربناهم مع بعض وأضفنا عليهم الطحين بتاعنا عبارة عن بذور كتان وسمسم مطحون ودقيق لوز وغشور السيليوم. طبعا الخلطة إن شاء الله هعملها لكم كمان في فيديو لو حابين، بنقدر نعمل بيها أي معجنات أو أي حاجة، ورهيبة شديد وطعم البيض ما ظاهر أصلا. حنوزعها في صينية، طبعا حتكون سايلة بالطريقة دي، حنوزعها في صينية عليها ورقة زبدة وعادي نزينها بباقي حاجات البيتزا. كمان عملتها صلصة برضو صحية لو حابين أنزلها لكم أو نعملها مع بعض، وأضفنا الموزاريلا بتاعتنا موزاريلا لايت، وأضفنا زيتون أخضر وهلبينو وقطع دجاج. يعني ممكن نضيف أي بروتين أنتوا بتحبوه، يعني أي واحد يضيف البروتين اللي هو بيحبه، دجاج لحمة أي حاجة بتحبوها ضيفوها. حندخلها في فرن مسخن مسبقا درجة حرارة 170 ربع ساعة تحت وحوالي 5 دقايق فوق، وتطلع معاكم طرية ورهيبة والله كأنها بيتزا حقيقية. يعني ما حتفرزوها من البيتزا الحقيقية. كانت رهيبة شديد. يعني أنا بحاول دايما أعمل لكم يا إما وصفة فطور أو غدا واحدة غير تقليدية، ووصفة واحدة تانية عادي تقليدية. فعايزين إحنا نكسر حاجز إنه الدايت ممل، عايزين نعمل أكل حلو نحبه ونقدر نحتمله كأسلوب حياة. فطلعت طرية ورهيبة شديد، وطعم البذور ما بضايق أبدا. يعني مثلا لو كان طحين بتاع اللوز ممكن الطعم بتاع طحين اللوز يضايق شوية أو أي حاجة، لكن الخلطة بتاعت الطحين دي كانت رهيبة شديد. وكده حنكون عملنا بيتزا خالي من الجلوتين وما حترفع علينا سكر الدم، وكده حنقدر نخس وحنكون أكلنا أكل بنحبه. بس أهم حاجة ناكل باعتدال وما نكتر في كل حاجة. جربوه وادوني رأيكم، صراحة كانت إبداع. ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. زي ما قلنا احنا عايزين نعمل دايت نحب الأكل اللي فيه وما يكون ممل أبدا. يلا أشوفكم في فيديو جديد وفي تحدي جديد. في أمان الله، مع السلامة.